السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ريفيو حلو قوي وقوي جدا عن قدر الضغط او حلة الضغط السيف. هي حلة مشهورة جدا في السعودية ويعني لا يعلى عليها. جبتها ازاي وانا في مصر؟ جبتها من جروب على الفيسبوك بيبيع منتجات السعودية. وكمان بشكر بالاخص الاستاذة داليا لان هي تعبت معايا جدا ان انا بستفسر عن كل حاجة، المقاسات وايه المقاسات الموجودة في مصر. طبعا الحاجة المنتج لو موجود في مصر بيجيلك في خلال يومين بالظبط وهم ملتزمين جدا. كمان بشكرها ان هي كان في زنقة العيد وكان الشحن خلاص بيتقفل، فهي تعبت معايا جدا ووصلت لي الاوردر في ميعاده. الحلة دي نخش بقى كده في تفاصيل الحلة. الحلة دي مقاسها 11 لتر. كمان بتشتغل على الغاز والكهرباء والسخان، وكمان على السيراميك. اي حاجه ممكن بتشتغل عليها، بتشتغل على اي حاجه. وكمان دي الملحقات اللي موجوده فيها والمميزات اللي موجوده معاها. يعني زرار محكم الغلق، مقبض صلب، صفاره علشان الامان ومقبض الامان، يد عازله للحراره من البلاستيك القوي. بصي كل حاجه تفاصيل موجوده كتير قوي في الحله. الكرتونه بتجيلك ما فيهاش اي خدش وسليمه ما شاء الله. شركه الشحن، ودي استيكرات شركة الشحن والعنوان. اول ما بنفتح الحلة بنلاقي الغطا اهو بيبقى محطوط كده فوق زي ما انتم شايفين، بيبقى محطوط في كيس كده البلاستيك. ادي اهو شكل الغطا اهو بيكون كده، ومعاه حاجته اهي جاهزة. بنفتح بقى كده اهي. هطلع لكم الحلة كمان اهي بتكون موجودة كده في كيس برضو جواها الملحقات بتاعتها. هفتح لكم العلبة دي كمان، وبيبقى معاها الضمان، الكتالوج بتاع طريقة الاستعمال بتاعتها، وكارت كمان من شركة السيف اهي. كارت فيه كل حاجة زي ما قلت لكم. هي ضمان 5 سنين بس، ضمان في السعودية، ولو في اي حاجة الجروب بيوفرها ومفيش اي مشاكل. اهي الحلة اهي عمقها ما شاء الله. عمق الحلة 26 وارتفاعها 18 ما شاء الله. بيكون معاها دي اليد الأساسية اهي، دي اليد الأساسية. بيكون معاها دول في العلبة دي 2 يد بيتركبوا اهو، ومعاها 2 يد ومعاها المسامير، ودي الصفارة اهي كل استخداماتها. بتبقى جاية كده في العلبة كده زي ما انتم شايفين. ورجعت لكم هنا يا بنات بعد ما ركبنا الايد البلاستيك بتاعه الحله. هي بيجي معاها مسمارين وبيركبوا بمنتهى السهوله. وطبعا انا قبل ما استخدمها وكان جوزي مش موجود استخدمت الايدين دي عادي، يعني قبل ما اركب الديت بتستخدم لان دي ايدين برضو للحله. ما فيهاش اي مشكله وسهله برضو عادي يعني. تمام. كان جوزي مش موجود فاستخدمت الحله من غير ما اركب الايدين دول لان ما كنتش عارفه اركبها. هو ركبها بالمفك كده وظبطها لي. بعد كده عايزه اقولك اي طريقه الاستخدام بتاعتها، بتاعه الحله دي، وازاي تحافظي عليها وانتي بتستخدميها. عندك هنا في صفاره للحله اهي. الصفاره دي بتيجي هي معاها هنا. هي لو تلاحظوا حتتين كده سلك كده، دول بيخلوها تمسك هنا جامد، بتطلع بالعافيه اهي وبتدخل بالعافيه. تمام. وهي عشان الفتحتين السلك دول بيخلوها اثناء البخار وهي شغاله ما تترفعش بسهوله لانها ماسكه هنا. وفي نفس الوقت حجم الصفاره نفسها تقيله، فبتخليها ان هي مش سهله ان هي تترفع من البخار اثناء التشغيل، لان ده هنا اهو، ده صمام هنا بيطلع البخار. اوكي. عايزه اقولك حاجات كمان ازاي تعرفي ان الحله دي اصليه وانتي بتستلمي الحله من اي مكان، وتعرفي فعلا ان الجروب ما شاء الله عندهم مصداقيه وجايبينك الحله الاصليه. شايفين هنا دي السيف دي معموله حفر هنا على غطا الحله. بصوا هنا كمان في اهي كلمه هنا مش عارفه شايفينها ولا لا اهي. السيف برضو محفوره هنا على الحله اهي. السيف اهي محفوره. وكمان هنا اشيل بقى الغطا ده كده، وكمان هنا في حفر اهي مكتوبه السيف هاي كواليتي، ومكتوب عليها ميد ان بي ار سي. دي صيني بس درجه اولى. وهنا دي علامه السيف اهي المحفوره.
وكان في هنا ورقه مكتوب عليها برضو، لو تلاحظوا في اول فيديو انا شلتها، ما بحبش استخدم ما بحبش يبقى في ورقه على الحله، علشان برضو ايه سهوله الاستخدام والغسيل والنار والكلام من ده. عايزه اقول لكم وانتي بتغسلي الحله، في هنا الغطا ده فيه صمام هنا اهي، خرم ده لازم من وقت التاني بخلة اسنان وتنضفيه. في واحد هنا اهو، واحد هنا في الجنبين، دول بيفضلوا لازم يبقوا سالكين، لان دول اي منفس يعتبروا للحله وقت ما هي شغاله. وكمان هنا في جوان اهو، كل دي قطع غيار الحله اللي موجوده معايا. طب استخدامها ايه؟ استخدامها بسيط جدا وسهل قوي قوي، اسهل ما كنت متخيله. والناس اللي بتبقى خايفه من حلل البخار، ده طريقه سهله، هي سهله. هقولك ازاي، وهعمل لكم فيديو قدامكم عملي. برضو الناس لما تشوفي عملي غير لما بتبقي كلامي يعني. اول حاجه بتجيبي مقدار الشوربه بتاعتك زي ما انتي عايزه. استخدامك للحله ما يكونش اعلى من نص الحله، تمام؟ اي كميه انتي هتستخدميها، لو حتى نص كيلو بتسويها، على رغم ان هي حله حجمها كبير، لكن نص كيلو ممكن تسويه. وبتحطي كميه الشوربه المعتاده اللي انتي بتستخدميها عادي يعني، ماشي. وبعدين بتخلي المقدار الشوربه النص، لو انت عامله كميه ممكن المحله دي الحجم ده زي ما قلت له هي 11 لتر، ممكن تاخد حوالي اكتر من 5 كيلو لحمه، وتاخد دكر بط مرتاح، وتاخد كميه يعني. فانتي بتحطي ما تزوديش عن نص الحله، تمام؟ لازم تسيبي مساحه للبخار يعني تاخد وتدي مع نفسها لما تغلي الحله وهي شغاله. بتحطي الشوربه بتاعتك عادي، وتحطي المنكهات اللي انت بتحطيها في العادي لاستخدامك للشوربه. بتحطي اللورة، انا عن نفسي بحط اللورة، حبهان، بصلايه، طماطمايه، بحط كمان حبه فلفل اسمر، رشه من بهارات اللحمه، وبسيبها. ما بحطش الملح الا في الاخر. ببدا ان انا اول ما تغلي بسيبها عادي مكشوفه، او بوارب الغطا كده بالطريقه دي عادي يعني لحد ما تغلي. ونبدأ ان احنا بنرفعها ونحط اللحمة بتاعتنا عادي. اول ما بحط اللحمة ببدأ ان انا بلف الغطا ده، لازم طبعا بيكون هنا في الحرفين دول قافلين على بعض كويس. ببدأ الف كده الحلة بالشكل ده، خلاص كده. بصي في هنا سهم، اظن اكيد شايفينه السهم ده، بلف مع اتجاه السهم بالطريقة دي. خلاص كده الحلة اتقفلت. اللحوم بتاخد معايا حوالي لو لحمة كبيرة ممكن تاخد معاكي ساعة، بتختصر الوقت وتخليها ساعة. طبعا لو لحمة سنها صغير بتقعد حوالي نص ساعة، تلت ساعة كده. يبقى انا بقى لما الحلة خلاص، انا اول ما بتيجي المدة، لو انا مثلا فرضا انا عاملة لحمة كبيرة جدا، بعد الساعة طفيت عليها، بطفي عليها وبسيبها زي ما هي مقفولة، ما بحركهاش خلاص. لو انا بقى جيت اشوف، برفع الصفارة دي بعد حوالي 10 دقايق كده ولا حاجة، برفع الصفارة دي، لو لقيتها بتعمل يبقى لسه فيها بخار موجود، لا برفعها كده بس. اوعي ترفعي الصفارة خالص كده من مكانها، لان البخار هيطلع كله وهيبهدل المطبخ، ودي غلطة بنصح اي حد ما يقعش فيها. لازم الصفارة زي ما هي كده برفعها كده بس. ولو لقيت عملت يبقى لسه فيه بخار موجود في الحله، ما ينفعش ان انا افتح دلوقتي. اول ما ارفعها والاقيها كده ما بتعملش صوت زي كاني ما انا برفع دلوقتي كده، يبقى خلاص افتح الحله في منتهى السهوله. فتح الحله سهل جدا، زي ما قفلت بفتح، بلف كده شويه كده الغطا، وببدا الفها كده اهي، بلف كده وبرفع. خلاص ده ابسط طريقة ممكن اقول لكم عليها في استخدامكم للحلة الضغط، تمام؟ بحط كده واللف اهي، لازم الطرفين دول يكونوا فوق بعض كده علشان تقفل معاكي. وبلف الغطا ده في الأول. كل حاجة كده اظن ان انا جبت لكم في الفيديو ده كل حاجة تخص الحلة بكل تفاصيلها.
كمان لو في اي حاجه تكتبوها لي من الكومنتات او اي استفسار. بشكر البنات اللي في الجروب جدا لان هم متعاونين. جربوا بجد، التعامل معاهم مش هتخسروا. لو عايزين اسم الجروب هسيبه لكم في صندوق الوصف. ودي مش دعايه والله، انا ما واخده مليم ولا اي جنيه منهم. انا مش واخده اي حاجه منهم، ده لان فعلا المنتج يستحق ان انا اعلن عنه او اقول لكم تجربتي، يعني ريفيو ليكم للبنات تستفيد. لان انا لما جيت قبل ما اشتري كنت عايزه اعرف طريقه الاستخدام ازاي، كنت عايزه اعرف المقاس المناسب، لاني كنت محتاره. الحله دي في منها 5 لتر 7 لتر و9 لتر و7 لتر و11 لتر و15 لتر. فطبعا انا كنت محتاره اجيب انهي حجم يكون مناسب. فجبت الحجم اللي هو ال11، بس كنت متردده ان انا عايزه اعرف حجمه قد ايه ومقاسه قد ايه. ما كانش باين في الفيديوهات لان الكاميرا في الفيديو بتديكي حجم كانها صغيره، ما بتبقيش عارفه. لكن انا حبيت ان انا اقيسها واقول لكم مقاسها بالظبط. هي مقاس القاعده بتاعتها 26 وارتفاعها 18، يمكن كمان اعلى من 18. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يا رب يبارك لي فيها ويحافظ لي عليها. ان هي فعلا انا جربتها ما طلعتش في الريفيو الا بعد ما جربتها مرتين. يعني انا صورتها معاكم في الاول الفيديو اول ما جبتها وفتحتها معاكم، وبعد كده وقفت الفيديو جربتها مرتين. يعني بقالي كام مره بستخدم فيها وجربتها وطلعت اقول لكم. حتى واضح ان الحله هتلاقوها يعني ايه اتغيرت شويه من عن الاستخدام في الاول. بس هي ما شاء الله زي ما في منها الالومنيوم وفي منها الاستانلس. الالومنيوم ما يفرقش كتير عن الاستانلس في السعر، فرق 200 او 300 جنيه، مش مبلغ. الاستانلس انضف واحسن. انا جبت الاستانلس، وبرده كل واحد ليه مطلق الحريه، بس الاستانلس بالنسبه لي انضف في الاستخدام والنظافه والغسيل، يعني اقصد. لاني عندي حله الاستانلس فبحب استخدمها جدا جدا. ويعني افضل من الالومنيوم طبعا، لان احنا بنحب ان لما نسلق الحاجه تكون في حاجه استانلس واصح كمان. اظن يعني الريفيو يا رب يكون كده قدرت افيدكم في كل حاجه. ولو في اي استفسار انتوا عايزين تعرفوه قولوا لي في الكومنتات وانا جاوبكم عليه. اشوفكم بقى في فيديو تاني جاي جديد. وحبيت كمان اقول لكم ان الجروب الحاجه لو هي موجوده في مصر بيجيبها لك في خلال يومين، بتكون موجوده عندك بتتوفر. لو مش موجوده في مصر ولسه هتيجي شحن من السعوديه بتجيلك بعد حوالي زي ما بيقولولك في الجروب 10 ايام 15 يوم. انا دايما حظي بتكون الحاجه موجوده في مصر، وبعد ما بطلب الاوردر بتجيلي يا اما تاني يوم او بعد يومين بالظبط، مفيش اكتر من كده بتكون الحاجه عندي. وزي ما انتم شايفين الكرتونه والتقفيل ما هي محافظه عليها. وساعات كمان بيغلفوها لك بستريتش مارك كده من بره بحيث ان تحافظ على الكرتونه اكتر ويكون امان. يعني ما شاء الله عليهم بجد بشكرهم. ويا رب يكون الريفيو ده هدية مني ليهم يوفيهم حقهم. لاني زي ما قلت لكم والله انا ما واخده منهم اي حاجة مقابل ان انا اطلع اقول الكلام ده، بس فعلا هم ناس محترمة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجة جديدة انا بقدمها. وكمان هعمل لكم فيديو بطريقة الاستخدام عملي قدامكم علشان تشوفوا طريقة استخدامي ليها للحلة. يا رب كده الريفيو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديوهات تاني جاية كتير، والسلام عليكم.